أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة Amazing والجماهير Egyptian League. والنهاردة مع حلقة أخرى المفروض والطبيعي إنها تكون في السلسلة الخاصة بالتفردي الكامل. الحمد لله أحمد ربنا أشكر فضله في وسابقي وحصريا كمان وتفردي الكاسح بمعنى الكلمة في توقعاتي الحمد لله للدوري المصري. ومجموعة النهاردة يا جماعة من الأحداث والإقالات لمدربين كلها الحمد لله أحمد ربنا وأشكر فضله. كان ليا سبق خرافي فيها كالعادة، توقعتها بشكل حصري في بعضها طبعا لأن مفيش غيري اللي يتكلم فيها طبعا. وزي ما قلت يعني إيه كلمة هتكلم؟ يعني تحليل مختلف تماما عن أي وسيلة إعلامية، تقييم متفرد غير مسبوق وتوقعات إعجازية خرافية بنسبة نجاح مذهلة وغير موجودة في أي مكان نهائي. أوكي، طيب نبدأ مع بعض بشكل سريع جدا. حلقة النهاردة حلقة تيك أواي سريعة جدا، هتكلم بشكل يعني في دقايق معدودة. ولا انتظروا ان شاء الله حلقة هتكون اكبر كتير لاحداث كمان مهمة قوي، وهتكون ان شاء الله في الاحداث الاسبوعية. بعود ليكم بعد فترة غياب او احداث متفردة ايا كان بقى المسمى، المفروض تكون احداث متفردة مش احداث اسبوعية، لاني زي ما قلت قبل كده كتير جدا المسمى تغييره ليه مغزى وليه هدف. لأن كل حرف الحمد لله أحمد ربنا وأشكر فضله في الأحداث دي توقعتها، كان ليا سبق فيها، كان ليا توقع خرافي فيها الحمد لله أحمد ربنا وأشكر فضله. فهي أحداث متفردة بمعنى الكلمة، تفرد كامل بمعنى الكلمة ليا. فلكن قبل كده في البداية بداية برنامجي أحداث أسبوعية، لأني لسه ما كانش الأدلة الكاملة واللي بالنسبة لي كافية، رغم إنها بالنسبة للآخرين بتبقى كافية مليار في المية، لكن بالنسبة لي أنا كافية. لأن أنا لا، أنا ما برضاش إلا لما يكون شيء متكامل متكامل، والكمال لله طبعا وحده. لكن خلاص بعد 7 سنين ونص أنا عندي مش المتكامل ده، أنا عندي أبصم بالخمسين يعني بالخمسين صباع إني ده متكامل تمام. فبكل بساطة إني مش محتاج خلاص، فهي أحداث متفردة واللي هي كانت الأحداث الأسبوعية السابقة. طيب نيجي بقى أول حاجة يا جماعة بسرعة جدا، ونيجي من طبعا الحدث الأكبر والأهم، وجوزوالدو فيريرا اللي تم إقالته أو يعني تم رحيله، واللي أنا حذرت تماما كان ليا سبق مدوي. أنا بقول هنا سبق مش تفرد، لأن رضا عبد العال أو كابتن رضا عبد العال كان معايا في الأمر ده، لكن أنا كنت سباق عنه الحمد لله كالعادة. وكنت كمان المحتوى بشكل عام أفضل بكتير جدا، محتوى التوقع، محتوى التقييم بتاعي كان الحمد لله مختلف وأفضل بكل المقاييس ومتكامل أكتر. وضحت ليه فيريرا التعاقد مع خطأ كبير جدا أو إرجاعه خطأ كبير جدا. عملت سلسلة حلقات مش حلقة واحدة، أثبتت بالأدلة الكاملة إنه مدير فني لا يصلح، وإنه مترهل فكريا، وإنه ده الكلام ده في البداية، فما بالكم بعد كده، لكن خلينا في البداية. وإنه رحيله في سوري قدومه على حساب كارتيرون كان خطأ كبير جدا. وعملت مقارنة، أنا يعني شايف إنها مقارنة متفردة بمعنى الكلمة، يعني ما سبقنيش ليها أي حد. إن كارتيرون أنت لو بتقيس نفس اقول ايه الاعذار الواهيه اللي انت بتقولها لقدوم فريرا، فانت بتقول عشان هو اللي فاهم الفريق وهو اللي ما هربش زي كارتيرون قبل كده. اثبتت بالادله كامله ان ده حصل، وانه هرب وبشكل اسوأ بكتير، وكارتيرون ما هربش اصلا كمان. وعملت كده مجموعه حلقات فيها يعني شيء متفرد بمعنى الكلمه جميل. وبعد كده مع الوقت في عز ما الدنيا كلها كانت بتأكد ان لا، ده فيريرا الرائع، ده البروفيسور الكبير، حتى كلمة بروفيسور اثبتت بالأدلة ان هو مش بروفيسور على فكرة، وان دي أكذوبة، وان ده لقب أطلقته الجماهير فقط. لان حتى لحد دلوقتي بيقول لك التدليس ان ده مسمينه البروفيسور في الاتحاد الدولي عشان كان محاضر. لا يا فندم، لا، ده لقب جماهيري، واللي أطلقه كان جماهير معينة، وذكرت بالتفصيل الأمر ده. فبكل بساطة اللي هو يعني بالبلدي سوري زي اللاعب اللي بيطلق على نفسه انا زيكو مثلا، ولا انا مثلا انا بيليه مثلا، يكتب كده على الاول اللي كاتب لي بيكهام وما اعرفش ايه وجه العلاقه بينه وبين بيكهام مثلا، ولا اللي كاتب مارسيل، ولا يعني كل واحد ومزاجه، يعني كل واحد ودماغه. وانا قلت قبل كده ان انا ضد تماما الالقاب دي، وان لازم يتقنن الامر ده يا جماعه. ان في حاله واحده فقط تكتب لقب مش لقب، اختصار لاسم، لما يكون اسمك طويل قوي او اسم صعب النطق على الجماهير وعلى الجانب التسويقي، في ساعتها اقول لك اوكي اكتب اسم مختصر، لكن مش اسم تدليل. لان هو اسمه كده تدليل، انا بدلعك ايه يا عم ده؟ هي دي رياضة دي ولا دي رياضة اطفال؟ انا مش فاهم صراحة. يعني في مثلا اللي اتكرر قبل كده كتير قوي حسام حسن، احمد علي، اسمه ايه ده، احمد خالد،
مثلا مش عارف ايه، يعني اسم في اسامي كده اتكررت كتير، محمد محمود مثلا، في اسامي بتتكرر في الفرقه، احمد الشيخ اللي اتكرر مرتين. فانت هنا لا، يبقى هنا بيتم مطالبه، ممكن تعمل قرعه، ممكن تعمل ليها طريقه، يعني اتفاق معين ان واحد من الاثنين او واحد من ثلاثه لو الاسامي دي متكرره، لازم الاسامي دي تبقى فيه يعني اسم ثالث مثلا يتحط على التيشيرت، او ان هو مثلا يبقى مثلا لو سي اسمه احمد محمد الشيخ مثلا، والتاني اسمه احمد محمود الشيخ، يبقى هنا ممكن نكتب مثلا احمد محمود وسيب الشيخ خلاص، يعني احمد محمود والتاني احمد محمد، فتبقى كده. وممكن في التعليق يقول لك يعني ده كتب على التيشيرت، ويبقى الاسم التجاري بتاعه للاعب والتسويقي، لكن في التعليق ممكن يقول لك احمد محمد الشيخ، احمد محمود الشيخ مثلا، يعني على سبيل المثال، زي ما كان بيقول لك احمد علي واحمد علي كامل، تمام، على سبيل المثال برضه، اللي هو احمد علي كان الباك اليمين بتاع المنصوره اللي راح الاهلي، واحمد علي كامل اللي كان في الزمالك طبعا، وكان في المقاولين قبلها، ولف لفه كبيره، اعتقد لسه ما زال بيلعب يعني. المهم، فزي ما بقول، فدي نقطه كمان مهمه جدا. فطيب نيجي بقى لفراس زي ما قلت، وباكد تماما كان ليها سبق خرافي الحمد لله، مجموعه حلقات مدويه، في عز ما خد بطوله الدوري بالكاس، واكيد تماما حتى في الامر ده كان اكذوبه وشيء خادع جدا. وتاني يا جماعه بكر، انا بقى مش زي حد اللي هو بيبقى خلاص عشان انا قلت الشيء ده كذا يبقى هو لازم يبقى كذا، حتى لو ظهر لي عكس كده ما بعترفش بالخطا، وببقى بيصيبني حته التشبث في الراي لمجرد انه رايي بس. لا طبعا، انا مش كده نهائيا، وانتوا جربتوني. لكن انا الحمد لله احمد ربنا يشكر فضله، لما بقول تقييم او بقول توقع معين، ببقى واثق تماما من كل حرف بقوله، وبيتعمل قبلها بسنين، مش هقول لكم حتى بشهور ولا بايام. فالحمد لله احمد ربنا يشكر فضله، ثبت تماما ان دايما كلامي بيطلع صح، واني عمري ما بغير كلامي، لاني ببقى واثق منه، والايام بتثبت صحته. لكن ما عنديش اي مشكله، ما عنديش اي يعني نقطه ان انا اقول ان انا اخطات، او ان انا بغير الكلام بتاعي لو حصل فعلا، وانتوا جربتوني في الامر ده. لكن الحمد لله ما حصلش. لكن زي ما بقول، فالحمد لله كان سبق خرافي بالنسبه لفريرا. طيب تعالى بقى للتوقيت، حتى التوقيت كمان انا كنت الحمد لله توقعت توقيت رحيله، قلت في الولايه في السنه الثانيه اتوقع تماما مش هيكمل الموسم. الكلام ده قلته امتى يا جماعه؟ مش قلته وهو بيخسر، ولا قلته في عز سلسله هزايم، ولا قلته الاداء وحش، لا 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 لا، قلته في عز ما كان الدنيا كلها ده الساحر، ده الرهيب، ده الفظيع، ده اللي عمل معجزه، ده اللي عمل انجاز. فاكرين الالفاظ دي؟ وطلعت انا فندتها تماما، قلت لا انجاز ولا معجزه ولا اي حاجه، واللي عمله كارتيرون كان افضل. وباكد لكم تاني، باكد لكم تاني، كارتيرون لا ان كان مستمر وما كانش نكفه الاستاذ مرتضى منصور واقاله اول ما جه ووقف له على الواحده، مع العلم ان كارتون ما صدرش منه 1/10 من اللي حصل من فريرا في مساله الجانب الفني والاداء. فاكرين كارتون كان يتعادل مباراه كانت الدنيا تتقلب عليه، الاعلام كله يشتغل فيه تقطيع، كان اداء مثلا مش حلو في مباراه كان الدنيا كلها مش ممكن يا جماعه. لكن اقول لكم حاجه بسيطه، ودي برضو نقطه يا زمالك، زي روشته صغيره هقولها لكم دلوقتي، ولو اني المفروض دي محتاجه حلقه لوحدها. وافتكروا قبل كده لما عملت اكتر من روشته للزمالك وهي خرافيه بمعنى الكلمه، ولما كان بيتم جزء من اللي انا بقوله كان فعلا الامر بيستقيم جدا جدا جدا. وافتكروا كلام حلقتي كمان، حلقتي المدويه اللي انا عملتها قبل مباراه الزمالك، وللاسف ما لحقتش انزلها، لكن الحلقه الخام موجوده وبتاريخها، وقبل المباراه بساعات طويله، وقلت تقريبا يعني اللي حصل بالظبط في المباراه، والدنيا مشيت ازاي، وازاي الزمالك يتهزم، او الاهلي يفوز على الزمالك، وازاي الزمالك مشكلته الاساسيه هي الجانب النفسي. وقلت قبل كده ان الامر بيفلت تماما لما بيحصل الامر ده، ومشكله الزمالك اكتر بتبقى بره الملعب مش جوه الملعب، ولو جوه الملعب بتبقى امور كده معينه برضو ملهاش علاقه بالجانب الفني لحد كبير. والايام اثبت كلامي طبعا، مع الجانب مع طبعا تاكيد ان فيريرا مخطئ وعنده مشاكل، ومع تاكيد ان في سوء كبير في الميركاتو. والمصيبه الكبرى لما يقول لك ده امير مرتضى قدم استقالته بعد مباراة الأهلي، وتمسكوا بيه على أساس إيه؟ تتمسكوا بيه. المصيبة إن يطلع رئيس مجلس الإدارة اللي هو والده، واللي هو اللي عينه في المنصب ده أصلا، وهو لا يصلح ليه نهائيا، وكان ليا سبق مدوي في الأمر ده برضه، وقلت إن لا يصلح نهائيا في المنصب ده. والامور اثبتت كلامي. وشوف اضاع لاعبين مهمين قد ايه على الزمالك، جاب لاعبين لا يصلحوا اصلا للزمالك، ضيع لاعبين على اعلى مستوى. الزمالك دلوقتي بيندم على لاعبين رائعين يا جماعة. لما الزمالك يفقد على سبيل المثال مش الحصر 3 من أفضل اللاعبين بشكل عام، وأفضل الأجنحة بشكل خاص، مصطفى فتحي، أحمد رفعت، وكمان تضيف عليهم محمود كهربا. محمود كهربا اللي كان ممكن جدا إن أنت يستمر عندك، مش هقول لك إنه يستمر وهو بيحب نادي آخر، لا ما قلتش كده، بس هو عندك كان بينجز، واللاعب كان بيطلع إمكانيات وعمل أداء،
وكان مميز، كان ممكن جدا. وبعدين ده عصر احتراف، هو بيروح للي يدفع اكتر، والدليل ان هو راح هنا وراح هنا وراح هنا. لكن انا بتكلم في الوقت الحالي، في الواقع الحالي، مش بتكلم في اللعبه بمشتملها الصحيح. وده اللي انا عندي ان شاء الله باذن الله في السوبر بول، واللي عملته في افكار خرافيه لاصلاح الكره العالميه والمصريه بشكل خاص. فبكل بساطه فقدت ثلاثة على أعلى مستوى، ورابعهم عمر كمال عبد الواحد. تخيل الأربعة دول لو موجودين عندك، تخيل على سبيل المثال بقى، مش الحصر، سيبك من بن شرقي كمان أهو برضو يعني مصمم إنه يمشي، وهو ما كانش جناح يعتبر، كان لكن أوكي نقول أدي كمان يعني. أوكي بنتكلم في الأربعة دول اللي متاحين جدا، وكانوا في إيدك وفي بيتك، وأنت اللي مشيتهم بطريقة من أعجب الأعاجيب. فحد يقول لي عمر كمال عشان وقف القيد، كان ممكن جدا ان انت تتفاهم مع اللاعب، كان ممكن جدا انت تظبط، وده كان في اوكي. انا معترف انه كان في عهد، على ما اتذكر كان في عهد الاستاذ، على ما اتذكر لجنه حسين لبيب، ان ما كانتش خانتني الذاكره تقريبا، مش مرتضى. لكن مرتضى لما جه ادار الملف بشكل سيء جدا جدا جدا، وعمل مناكفات مع اداره فيوتشر، فبكل بساطه عنده، وبرضه كلامه نزل الارض زي ما بيقولوا، قال لك ده هيجي ومش هسيبه ومش وفضل عمر كمال وهو لحد دلوقتي مش عارف ياخده نهائيا، وفرط في لاعبين مهمين للغايه، وتركهم بشكل غريب جدا. لما تترك لاعب زي ابراهيم حسن، لاعب المميز في وسط الملعب، كان فائدة جدا. دلوقتي انت ما عندكش لاعب بالكيفيه دي. على سبيل المثال انت دلوقتي انا اسف اللفظ يعني، بتشحت كوره عن طريق زيزو وامام عاشور، هم اساس القصه. مين دلوقتي بيجيب لك حته القدرات والامكانيات في وسط الملعب؟ لو بنتكلم في حته وسط الملعب، لما لاعب يبقى عندك لاعب متميز جدا زي ابراهيم حسن، يفرق معاك قوي 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 في المنطقه دي. لكن اقول لك ايه، وحدث ولا حرج يعني، خد من ده كتير جدا. طيب فالمهم الزمالك روشيتا يا جماعه بكل بساطه رقم واحد. ونسيت اتكلم اهو، ادي مصطفى الزناري اللي قلت واكدت انه تعاقد غير مجدي نهائيا، وتعاقد مش على المستوى الامثل. ادي المجموعه التعاقدات بتاعت الصيف اللي انا عملت حلقه مدويه، وكل حرف قلته الحمد لله صدق تماما. والافضل هم الافضل حاليا، عمرو السيسي ومصطفى شلبي نسبيا، اللي مش قادر يطلع لسه قدراته وامكانياته عشان الضغط العصبي والضغط النفسي. وده برضو اللي قلته كتير جدا، ان انت قبل ما تجيب اللاعب يا جماعه لازم تتاكد ان اللاعب، او مش تتاكد انا اسف، لازم تعمل له التاهيل النفسي. ازاي ان انا احوله من اقول ايه، من مكان لمكان، من اسلوب لاسلوب، من طبيعه لطبيعه، من شخصيه لشخصيه. بكام في الانديه والمنشات اللي هو كان فيها، من عدم وجود جماهيريه لجماهيريه، وهكذا. ازاي ان انا اعمل ده؟ حد يقول لي مفيش، ولا في، انت ممكن تعمل ده في اسبوع، ممكن تعمل ده في 10 ايام. خبير نفسي، خبير نفسي كررتها بدل مره 300. انديتنا اللي بتتشدق بالاحترافيه، ولا ابعد ما تكون الاحترافيه، حتى الاهلي ما عندهمش خبراء نفسيين يا جماعه يتعاملوا مع اللاعبين. كارثه. بيضيع ملايين الملايين في لاعبين، وبيضيع عن طريق عدم الاستفاده بيهم، او لاعبين بيتم بيعهم بشكل خاطئ، او لاعبين ما بيقدروش يطلعوا امكانياتهم ويتم رحيلهم بعد كده، ويرجع بعد كده يستغرب يقول لك الله، ده هو متالق في نادي اخر، ده عشان جماهيريه بقت اكلاشيهات الجماهيريه، الضغوط، الفانله تقيله. يا حبيبي وانت جربت اصلا انت تحط اللاعب ده وتصهره في بوتقه النادي الجديد اللي هو اللي اتنقل له؟ جربت تعمل ده؟ لا ما جربتش. وخلوا بالكم المدير الفني، هو المفروض ان هو اللي يكون ماسك زمام الامور كلها، لكن مش هيمسك يعني، مش هيقدر ان هو يتابع كل حاجه، مش ممكن. لازم يبقى عنده مساعدين يتابعوا الامور دي. وبعدين الجانب النفسي هيجيبه منين؟ مدير فني مش لازم يبقى بقى دارس وفاهم الجانب النفسي، ممكن يبقى متميز في الجانب الفني لكن في الجانب النفسي صفر، على سبيل المثال. والعكس، واحد زي جوزيه مثلا كان كل تميزه في بعض الجوانب النفسيه، مش كلها، اللي هي الحوافز والجرينتا والعزيمه والاصرار وتجديد الدوافع، الى حد ما برضه. لكن في الجانب الفني صفر بمعنى الكلمة. تمام. فانت حضرتك المفترض والطبيعي ان انت لازم تبقى تملك يعني عندك من كل حاجة درجة مميزة او درجة حتى جيدة. لكن كمان نقول انت مثلا ممتاز في الجانب الفني لكن مشكلتك في الجانب النفسي، لازم بتجيب حد يكون مسؤول، وفي كل الاحوال لازم حد يبقى معاك. مش هطول كتير، فادي رقم واحد. لازم خبير نفسي يا جماعة بكل المقاييس للفريق ككل، للآفات مهمة قلتها كتير جدا قبل كده في حتة التأثر اللاعبين بالمشاكل الخارجية. ورقم اتنين مسألة الهزايم بتكر زي ما بيقولوا. عند الزمالك الأمر ده منتشر يعني مشهور جدا، إنه الزمالك دايما لما بيلاقي عثرات وهفوات بتكر معاه، بيقع الفريق نفسيا تماما بشكل كبير جدا. فلازم حد يبقى موجود في الأمر ده، مهم للغاية، بالذات لو كانت وقوع في فترة خطيرة أو مهمة فاكرين لما الأهلي عدى الزمالك مرة، كان الزمالك فارق 18 نقطة مش عارف ولا 14 نقطة، والأهلي عداه. فاكرين لما حصل ده مرتين أو ثلاثة. فاكرين لما آه،
برضه كان في نهاية موسم أعتقد كان برضه الزمالك فارق 5 نقط 7 نقط حاجة زي كده، والأهلي برضه عداه في الآخر برضه بنفس الآفة دي. الزمالك يكر مباراة تجيب التانية في التالتة في الرابعة، ما بيقدرش يواجه المشاكل والأزمات بشكل جيد أبدا. مش هطول، لكن قلت قبل كده كتير جدا على روشتات خرافية. رقم 3، أسامة نبيل لا يصلح أصلا خالص، حتى لو كان ده موسم انتقالي. أنا بقول لكم بكل المقاييس هاتوا خالد جلال متاح. خالد جلال هيفرق جدا جدا في الفترة دي، لأنه خلوا بالكم يا جماعة. حد يقول لي ما هو أصلي كمل موسم وخلاص وكده كده الموسم ضاع. لا، هو ما ضاعش، لأن أنت كده كده أصلا لسه بقول في نص موسم كامل، في نص موسم بشكل كامل. وانت لسه المفروض ممكن تجيب تعاقدين او ثلاثه يفرقوا معاك. في نفس الوقت انت ممكن تجيب الاهلي ممكن يحصل مع الاهلي بيعاني من تذبذب النتائج بكل المقاييس والاداء كمان. وارد يحصل ده، ولسه عندك مباراه في الدور الثاني. انا شايف خالد جلال هو الانسب بكل المقاييس في الفتره دي. اسامه نبيه لا يصلح نهائيا، مدير فني على قده جدا 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 جدا، خدها من بكره. وقلتها قبل كده كتير انه اصلا لا يصلح مدير فني، هو اقصى مدرب حقيقي دي بأقصى مدرب مساعد، اللي هو المساعد المدير الفني. تمام. أقول لكم بقى حاجة من الموسم القادم. عندكم 3 أسماء، 3 أسماء، وممكن أقول رابعهم كمان. ال3 دول بالترتيب كده، ركزوا في واحد منهم. وبقول من بداية الموسم عشان طبعا ما ينفعش ان انتوا تكسروا عقود حد. ده شيء خاطئ تماما وشيء سيء جدا وسلبي جدا. وفي اسم ممكن جدا يجوا دلوقتي وممكن يفرق مع الزمالك، وهيبقى كنوع من التجربه لحد نهايه الموسم ويدوا له الراحه. ما دام كده كده بتقول ان اوكي هتعملوا موسم انتقالي، اوكي. وعلى فكره كان ليا سبق خرافي في الامر ده، ما قلت الزمالك مش هياخد البطوله السنه دي، وقلت ان هيحصل كده من اول الموسم. قلتها وكان ليا برضه سبق مذهل. الحمد لله كنت عكس الجميع. المهم، فالاسم ده انا بقول عليه رقم واحد ان في حاله انت هتدي له فرصة الموسم ده وتبعد عنه تماما. ودي برضو أول نقطة في الروشتة، ابتعاد كامل، واللي ذكرتها 50 مليون مرة قبل كده. وافتكروا الولاية الأولى بتاعت فريرا لما الزمالك خد الدوري الكاس بنفس الكيفية، وقلت هتحصل كوارث في السنة التانية بسبب الأمر ده بالذات، وكان فريق أفضل فنيا وفي كل المقاييس. قلت كتير إن ابتعاد رئيس النادي كان بشكل كامل. وحد يقول لي بتاع رئيس النادي ما هو مبتعد. لا يا حبيبي مش مبتعد، لان عنده، هو لا مش مبتعد، هو رايح جاي، يعني زي ما بيقول كده اسماعيلي رايح جاي. عمال يعمل مشاحنات ومشاكل وبتاع، كل ده بيتاثر بيه اللاعبين والمدير الفني بكل المقاييس. مع كمان عنده كارثه اخرى هي وجود ابنه في الفريق. فالفريق كله عارف الكلام ده، ان هو موجود في صفه ابنه او موجود في هيئه ابنه بكل المقاييس. يعني هي ما فرقش كتير، احمد زي الحاج احمد مع وجود حد مش مؤهل زي امير. فزي ما بقول اللي يدير ملف اللاعبين وشؤون اللاعبين، او المفروض يكون مدير رياضي، المفروض جاب اسم حد يبقى عنده القدرات والدراية ومقنع. تمام، ودي خليها برضو مفاجأة كده في حلقة لوحدها. تمام. رقم 2، ابتعاد كامل من رئيس النادي ومجلس الإدارة، وما مفيش محاسبة نهائيا للاسم اللي هقوله ده لحد نهاية الموسم. يسيبوه تماما، والمحاسبة الموسم الجاي في آخره. المدير الفني ده ان اتجاب هيفرق كتير. ده انا بقول ان في حاله، عشان ده انا بقول ليه المدير الفني ده بالذات واحد من افضل 4 اقول اساميهم. لكن ليه ده بالذات؟ لانه اللي هو ايه، ما عندوش عقد، يعني مش بيدير نادي. وانا ضد تماما تماما كسر عقود اي حد ب... الا لو هو ساب، لا يعني ساب لوحده، يعني يكون اوريدي المدير الفني ده اوتوماتيك. مش يعني مش يعني متاح، يعني ما فيش عنده شيء بيربطه. تمام، فقط لا غير. حد يقول لي الله، ما هو ممكن نادي يزغلل العين مدرب زي ما حصل كده لما المصري زغلل العين نيكوديموس بابا فاسيلو وخلاه يتمرد على النادي المصري مثلا المحله مثلا. لا طبعا، وده شيء قميء جدا، وانا عملت ليه حلول خرافيه وان ده لو حصل من اي نادي يتم التعامل معاه ازاي. لكن بكل بساطه الاسم اللي هقوله ده يا فندم هو نيكوديموس بابا فاسيل. اللي هو انا باكد وبقول للمدير الفني ده انتظروه في الزمالك يا جماعه، هيعمل فارق كبير، هيعيد سيره. انا بقولها فايلر في الاهلي، وانتظروا كلامي. نيكوديموس بابا فاسيلو هيعيد سيره فايلر في الاهلي. بقولها المره التانيه. طيب مين الاسم التاني واللي انا حاطه رقم واحد بكل المقاييس، لكن ومتاح، بس لازم يبقى من بدايه الموسم القادم بالتحديد نهايه الموسم بتاع المسابقه عندهم هم في الدوري اللي هو بيدير فيه وعامل حاجات جبارة. الاسم ده اللي هو هتفاجئوا بيه، يمكن ناس كتير أوي ما تعرفوش، لكن المدير الفني ده هيعمل نقلة نوعية بمعنى كلمة في الزمالك. هو آه المدير الفني كراشيمير أو كريشيمير ريزيتش. كريشيمير ريزيتش. تمام، افتكروا الاسم ده جدا يا جماعة.
عشان تكون تسمية صحيحة كريشيمير ريزيتش، مدير فني ممتاز بمعنى الكلمة، مميز، كوتش حقيقي، المدير الفني لضمك، لكن ليه طبيعة معينة ما تنفعش أبدا أبدا مع رئيس صدامي، مع جماهير مش هتصبر. لا، الراجل ده يتساب، هيعمل نفس اللي انا قلته برضو، نفس النمط لما بتكلم عن فايلر، يمكن كمان عنده ميزات اكتر شويه. تمام، فده الاسم رقم واحد، نادي ضمك، وسهل جدا ان انت تتعاقد معاه لان انت بتتكلم في الزمالك وضمك فارق بكل المقاييس، وتبقى تجربه قويه جدا مدير فني كرواتي. الاسم التاني فوك رازوفيتش. فوك رازوفيتش مدير فني للفيحاء، برضه في الدوري السعودي وبرضه بنفس الكيفيه، لكن لو سالتوني اقول لكم كاشيمير ريزيتش افضل نسبيا. الاثنين قريبين جدا في المستوى الفني وفي الامكانيات وفي القدرات، لكن كره كريشيمير رازوفيتش لا، انا بشوفها الافضل وبشوفها المناسبه للزمالك اكتر. كره متحرره هجوميه مميزه، هيعيد هويه الزمالك بنسبه جيده جدا. لكن فوكرازوفيتش يمكن لحد ما بيميل للتحفظ شويه. تمام، ده الاسم الثاني. الاسم الثالث واللي يساوي رازوفيتش، طبعا انا قلت خلاص انتهينا من بابا فاسيلو، ان هو ان هتبدا دلوقتي، انا بقول لكم بابا فاسيلو الانسب بكل مقاييس. على فكره مناسب جدا في النواحي الماديه، مناسب جدا جدا في انه عارف جدا اجواء الدوري المصري، عامل انجاز رائع، ده الانجاز بجد مع المحله قبل ما يمشي، ومش بالتحديد قبل ما يمشي، قبل ما يتزغلل عينه من إدارة المصري بشكل سيء جدا، وبعدها يبدأ يخرج عن تركيزه، مع كمان سوء التدعيمات بمعنى الكلمة، ورحيل لاعبين مهمين في فترة النقاط الشتوية بشكل سيء جدا جدا، وأهمهم باولو فافي طبعا. لكن الفريق يا جماعة كله بيعتمد على شادو سترايكر بيلعب راس حربة. طب أقول لكم إيه، يعني زيد باشا ضعيف وحاجة صعبة يعني. ولا أنا قلت وأكدت في بداية الموسم لما قلت المحلة هو أضعف سكواد موجود بكل المقاييس بشكل عام طبعا في الموجودين. تمام، المهم ارجع تاني، هو الحرس قلت حتى الكلام ده، هو الحارس الحدود، ولا ايه؟ بس بتكلم عن حارس الحدود اهو. طيب نيجي بقى لرقم فزي ما بقول سوري انا اسف، اكمل في الزمالك شبانة رجوعه مهم جدا اهو، سبحان الله دلوقتي كله بيثنوا على شبانة، محمود شبانة. حتى المدير الفني نفسه طارق العشري قال لك انه لاعب ممتاز، لاعب مميز جدا. هو مش للدرجة عشان اكون صريح، هو مش مميز جدا، لكن لاعب بكل مقاييس جيد، لجهد مرتفع، وإمكانياته وقدراته يعني تضاهي حقيقي لاعب زي الونش في الوقت الحالي، وعنده إمكانيات وقدرات جيدة بمعنى الكلمة، ومفيد للزمالك وأفضل من الزناري بكل المقاييس. حتى أنا استغربت قلت أنت بتمشي الأفضل وسايب اللاعب اللي هو ممكن ما يكونش بالمستوى الأمثل، يعني شيء غريب بصراحة. او جايب اللاعب اللي مش بالمستوى الامثل في الزمالك، فعلا بيعاني في المنطقه دي. رجوع شبانه هيفرق حقيقي، مع طبعا ان كان اصابه الونش، مع كمان محمد عبد الغني، وده اللي قلته عن حسام عبد المجيد انه ما سدش الثغره زي ما ذكرت كتير واكد. طيب الامر الثاني، الزمالك في اسرع وقت ممكن ويحاول في انتقالات الشتويه، يعني احنا اتفقنا خلاص ان انت استراتيجيتك ايه الموسم ده، هل هتعافر وتكمل في المنافسه؟ انا شخصيا بقول لا، الزمالك صعب جدا جدا في ظل، بصوا يا جماعه، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. بكل بساطة حضرتك مستمر على نفس النهج، نفس الأسلوب، نفس طريقة التعامل، نفس المشاكل والأزمات والمواجهات والصدام والعك والانفراد بالقرار على مستوى مجلس إدارة، مع المشاكل كمان واللخبطة الإدارية والمادية، الأمر مش هيستقيم عشان نكون واضحين. بداية الإصلاح زي ما ذكرت، لأن قلت وأكدت، قلت إن ممكن جدا يكون موسم اللي الزمالك فاز بيه فيه بالدوري ده هيبقى موسم كارثي. ليه كارثي؟ لأنه هيغمي وهيغمي عيون الزملكاوية وعيون اللي عندهم إخلاص حقيقي للفريق ده عن الهفوات والعثرات والمشاكل والأزمات والأسباب الحقيقية ليه الزمالك ما بقاش قطب تاني مثلا، ليه الزمالك بعيد جدا 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 في البطولات عن الأهلي، ليه الزمالك بيعاني دايما من مشاكل كبيرة أوي في الأمر ده، ما بينهيش بالشكل الأمثل. ادي بكل بساطه ده اللي ذكرته. عشان كده قلت كتير قبل كده يا جماعه ان في بطولات اوقات كتير قوي بتبقى زي بتعمل مفعول الخمر، بتسكر، تديك سكر كده اللي هو ايه، عايز اقول يغميك او يعميك عن الحقيقه، وعن ان انت ازاي تشوف عوراتك وثغراتك. فدي كارثه بمعنى الكلمه، والايام اثبتت كلامي.
وطبعا اتفقنا ان فرير جاب بطوله واحده مش الاثنين، الاولى بتاعت كارتيرون ودي كانت الاصعب واثبتها بالادله قبل كده، وازاي ان دي فعلا كانت الاصعب بكل المقاييس، واللي كانت في ظل يعني عايز اقول ازمات كبيره قوي، وكان باداء افضل. طيب فادي كمان امر تاني، محتاج باك يمين على اعلى مستوى او بقدر الامكان في مستوى جيد الفتره اللي جايه، على زي ما قلت اسيب بابا نيكوديموس بابا فاسيلو اللي يجي تمام ويكمل وياخد الموسم، نص الموسم ده والموسم القادم، وهيعمل لك حاجه بكل المقاييس انا واثق تماما هيعمل لك حاجه مميزه. ادي رقم واحد او رقم اخر كمان. بس يعني دي روشيتا اللي تمشي بيها الزمالك الفترة اللي جاية بشكل طبعا لاعبين وتدعيمات، لا ده موضوع كبير يعني، ده عايز حلقة بقى لوحدها. لكن الزمالك بما لا يقل عن 5 لاعبين على الأقل، الزمالك محتاج باك يمين، قلب دفاع، وطبعا لازم يكون مواصفات مميزة، مش عايز أقول كلمة مواصفات خاصة والكلام ده لأن مفيش الكلام ده أصلا، لكن بقول مواصفات مميزة. محتاج ديفندر أو بمعنى أصح لاعب دايرة دفاعي عشان يبقى تسمية صحيحة. محتاج كمان جناح آخر مهم جدا جدا جدا، وعلى فكرة باك يمين الزمالك المفروض إنه يعمل كل ما يبذله لإرجاع عمر كمال عبد الواحد بكل المقاييس، رغم إنه على فكرة مش باك يمين صرف، لكن مميز ويملك الحسنيين، باك يمين بكل المقاييس، بكل المقاييس جيد، لجيد مرتفع يمكن جيد جدا كمان، وجناح كمان بكل المقاييس جيد، لا لاعب مميز بكل المقاييس، وطبعا كنت شايف المداوي من ايام نادي الشرطه. تمام، ومهاجم صريح قلنا، وجناح ومهاجم صريح، لاعب تحت راس حربة، 6 لاعبين الزمالك محتاج الستة دول، ومنهم اسم انا قلته خلاص اللي هو عمر كمال، والاسم الاخر يبقى مفاجأة كبيرة جدا جدا جدا، تخيلوا مين يا جماعة؟ يرجع احمد رفعت، بكل المقاييس هيبقى مكسب كبير قوي، وانا واثق ان احمد رفعت مش هيتكيف في الدوري السعودي، مش هيتكيف، مش هي يعني شخصيته وطبيعته مش بتاعة الغربة، يعني أنا متأكد إنه رجوع الزمالك هيبقى أنسب قرار، ولازم ياخد أو يتم التكفير عن الخطأ الفادح برحيله وبشكل سيء جدا، مع طبعا التنبيه عليه إنه لازم يلتزم. تمام، هيبقى معوض رائع في الجانب لما يبقى في جانب شلبي والجانب الآخر هيبقى أحمد رفعت، اتفرجوا على الزمالك هيبقى عامل ازاي، طبعا تصحيح كمان خطأ فادح برحيل مصطفى فتحي. اوكي، طبعا ما اقدرش اقول لكم إن يرجع تاني، مصطفى فتحي شاف القمرين، مش قمرين، ده 3 امارات من الزمالك، كذا مره يروح ويرجع وما يلاقيش الدعم او يلاقيش ال الاحترام الكافي بمعنى الكلمه، رغم ان لو سالتوني اقول لكم مصطفى فتحي افضل شخص بمعنى الكلمه تقدر تتعاقد معاه، انه لاعب هادي، مش بتاع ازمات، مش بتاع مشاكل، ملتزم بنسبه مش بطاله ابدا، وعنده المهاره الرائعه، واحد من افضل اللاعبين في الاجنحه، اقول لك خساره فادحه بمعنى الكلمه. طيب فدول يعني عشان مش هطول اكتر من كده، تعالى بقى نكمل. رقم 2 خلاص خلصنا من الحدث الخاص بفيريرا، وذكرت مين الافضل طبعا في المديرين الفنيين دول. نسيت اقول الاسم الرابع، انا بعتذر، اسم الرابع سيفن فاندنبروك. سيفن فاندنبروك طبعا المدير الفني ل نهضة بركان، وصاحب النهضة اللي حصلت، هي صاحب نهضة بركان والنهضة بتاعته في الموسم الحالي، طبعا مع المدير الفني الحالي لا بيأدي طبعا بشكل متميز، لكن اساس الفريق ده اللي بناه هو كان فاندنبروك، اساس الشخصيه دي، ودي نقطه مهمه قوي حط تحتها كذا خط، شخصيه البطوله اللي كان مفتقدها جدا 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 الفريق ده، اللي بناها سيفن فاندنبروك طبعا، مش نهضه بركان انا اسف، الجيش الملكي، انا بعتذر، نادي الجيش الملكي، انا اسف جدا، لا ده نادي نهضه بركان هدها تماما، هد النهضه دي المدير الفني اللي هو ايبنجي، اللي كان اختيار سيء للغايه، وقبله طبعا مجموعه برضه تعاقدات، مجموعه اداره مدربين كانت سيئه جدا، وخسروا مدير فني زي طارق السكتاوي بكل المقاييس، اللي عامل اداء رائع دلوقتي برضه في الدوري المغربي، وبيدير اعتقد مش الفتح يا ربي، المغرب الفاسي تقريبا، عامل بيه نتائج رائعه بمعنى الكلمه. طارق السكتي واحد من افضل المديرين الفنيين الموجودين بكل مقاييس على مستوى الوطن العربي كاملا، المدير الفني ده زي ما قلت عن اسعد الشابي، يعني بصوا يا جماعه اسماء محدوده او معدوده في المديرين الفنيين العرب، اسعد الشابي وطارق السكتاوي دول على وجه التحديد من الافضل بكل المقاييس في الادارات الفنيه على مستوى الوطن العربي بكل المقاييس، وقلت على امكانياتهم وقدراتهم حقيقي، وفي اخرين بقى يمكن خلتني يعني ما كانتش خدتني الذاكره، لكن عدد معدود جدا جدا جدا. طيب فزي ما بقول ده الاسم الرابع. طيب نيجي بقى لل ال طيب حاجه بس سؤال اخير، حد يقول لي طب ما فاندنبورغ دلوقتي بعد اقالته من ابها مش يعني مش يعني متاح، يعني ممكن جدا هو اللي يدير الفتره الانتقاليه دي،
انا اولا ما قلتش فتره انتقاليه، انا قلت ان المدير الفني يكمل عقد يتعمل على اساس سنه ونص على الاقل، ومع تجديد في حاله انجاز 1 2 3 4، ومع طبعا الشروط اللي انا ذكرتها بالتفصيل، مش عايدها تاني، بتاعت ابعاد الاداره تماما والكلام اللي انا قلته. تمام. لكن لو سالتوني اقول لكم نيكوديموس بابا فاسيلو الافضل، لانه لسه ماشي حاله من الدوري المصري، عارف الاجواء حتى الموسم ده عامله ازاي، مطلع على الفرق كلها، مدرب عنده عقليه مميزه جدا من الجانب التكتيك والفني، حقيقي مميز. بيعرف يستخدم اللاعبين اللي عنده، بيعمل من فسيخ شربات زي ما بيقولوا، فما بالك لو عنده امكانيات. فبكل المقاييس هو الافضل، انا شايف ان هو رقم واحد ومطلع على الدوري اكتر من ولايه وهكذا. بعده على طول قلنا في حالة لو انت هتكمل استراتيجية حقيقية وصحيحة ان انت تبدأ من دلوقتي وتبني على اساس النص الموسم ده هيفيدك جدا جدا في بناء الموسم القادم، يبقى واحد نيكوديز مافاسيلو ثم فاندنبروك، لان طبعا الاثنين اللي انا ذكرتهم عندهم ارتباطات مع أندية أخرى. لكن ريزيتش طبعا زي ما قلت رقم واحد، والمدرب الاخر طبعا فوكرازوفيتش هو رقم اتنين. تمام. فادي بكل بساطه. تعالى بقى للحدث اللي بعد كده، طبعا اقاله، واتكلمت قبل كده في بيراميدز، اقاله طبعا عايز اقول اللي يعني مش منحاز ليه، ده اللي هو يعني مش عارف اقول ايه بصراحه، اللي هو طبعا تاكيز جونياس، اللي رضا عبد العال يعني مطلعه احسن مدرب في العالم، اللي ما فيش زيه يعني. تمام. اقالته غير مأسوف عليه، اوكي، رحيله، واللي كان ليه سبق مدوي، والحمد لله برضه انتصار مدوي على كابتن رضا عبد العال في الامر ده. وقلت كتير جدا يا جماعه انا مش داخل في مشاحنات مع حد ولا سجال خالص، انا بدي مثل على انتصاري الحمد لله، والفرق الشاسع بيني وبين الاخرين على مستوى التحليل مفيش تقييم بقى، التحليل يعني، ونقول بعض التوقعات في الاعلام المصري والرياضي وطبعا العربي والعالمي كمان. فبدي زي مقارنات بسيطة عشان تقدروا تعرفوا الفرق الكبير بيني وبين الآخرين الحمد لله. فما فيش طبعا غير كابتن رضا عبد العال إن هو اللي متصدر مسألة التوقعات يعني. المهم انتصار آخر مدوي، وطبعا حلقات متعددة عملتها في الأمر ده، ولو أنا فاضي للقصة دي هعمل لكم 20 30 40 50 حلقة تفرق توري الفرق الشاسع، انتصاراتي اللي ما بتخلص الحمد لله، كله فضل من عند ربنا. فإقالته. طيب باتشيكو، الطفرة اللي عاملها، الطفرة وأنا دقيق في كلامي، الطفرة اللي عاملها مع بيراميدز هل هتستمر؟ لا مش هتستمر. باتشيكو برضو زي مديرين فنيين آخرين، زي مثلا موسيماني، زي كولر دلوقتي، زي مديرين فنيين اللي بيلعبوا مع الفرق القوية اللي عندها إمكانيات وزاد بشري، بالذات لما يكون الدوري اللي بيلعبوا فيه أو البطولة مش على المستوى الأمثل وما فيهاش ندية، ما بتبانش عوراته وثغراته، وذكرت الأمر ده كتير جدا إلا بعد فترة. تمام. وانتصارات دايما بتقوم على اكتاف الامكانيات الموجوده مش امكانيات المدرب، ذكرتها كتير جدا قبل كده واثبتها بالادله. امتى هيبان الامر ده مع باتشيكو؟ بصوا يا جماعه يعني، هو مفيش حاجه اسمها اصلا انا جيت في نص الموسم وربع الموسم والكلام ده وانا اللي ما اخترتش التعاقدات والكلام ده. ما دام الفريق عنده امكانيات والفريق عنده زاد بشري قوي، مفيش حاجه اسمها أصل انت ما اخترتش، ما انت هتجيب إيه احسن من كده على سبيل المثال. ما انت جيت لقيت يعني مجموعه قويه جدا. حد يقول لي ما هو يمكن مش مناسبين الفكر بتاعه، لا، ما هو الفريق اللي بيبقى كبير او عنده زاد بشري كتير و30 بقى لاعب و35 لاعب، انت اصلا هتحتاج ايه منهم عشان ينفذوا فكرك؟ هتحتاج 20 لاعب، 25 اكيد هتلاقي. على سبيل المثال حتى تكمل بيهم الموسم، لان انت كده كده استحقاقاتك لمده مثلا 3 4 شهور كمان، يعني مش 8 9 شهور. فما حدش يقول لي التيمه والنغمه المتخلفه عقليا اللي كله بي ايه شماعات يعني. اوكي. الكلام ده لو انا جيت زي المحله مثلا، مسكت فريق اصلا مترهل فنيا، سوري، من القايمه، قايمه ما فيهاش، اجي ادور ما الاقيش 3 4 مميزين، ما الاقيش راس حربه مثلا، ما الاقي كده، اقول لكم اوكي، يبقى المدرب حتى يقول لك يا عم ايه ده اللي انا جاي عليه ده، على سبيل المثال. وطبعا مش غلطه بابا فاسيلو، لانه جه على امكانيات محدوده جدا واداره مش فاهمه، وتعيين كمان الاستاذ اسامه خليل مستغرب جدا ازاي يعني، على اساس ايه اصلا انا مش فاهم. وقبله كان الاستاذ علي عباسي برضو ما كانش بالمستوى الامثل، وحدث ولا حرج يعني. المهم، فدي نقطه مهمه جدا. ف ال ال باتشيكو كورته دفاعيه جدا. يمكن على فكره ده ياكد كلامي ان باتشيكو في كل الاماكن اللي ادارها دفاعي، مدرب دفاعي، حتى مش مدرب متوازن يعني، مش زي مثلا فريرا متوازن اكتر منه، لكن ده دفاعي. فازاي الانتصارات دي وازاي، فده ياكد كلامي ان اللاعبين هم اللي بيلعبوا، اللاعبين اللي بيطلعوا امكانياتهم، والله زي ما بقول لكم. ما ننساش كمان لاعب رائع ما حدش بيتكلم عنه خالص، ما حدش لافت النظر ليه،
تعاقد انا شايفه واحد من افضل 3 تعاقدات في الدوري، قلتها من اول ما جه اللاعب ده في الموسم اللي فات لو نتذكر، وليد الكارتي، اللي قلت وسبحان الله ان قلت ده الزمالك يبكي عليه دما زي ما بيقولوا. الزمالك كان بيفاوضوا قبل بيراميدز، وذكرت انه هيبقى تعاقد رائع للزمالك وهيكون حاجه جامده جدا، والايام اثبتت كلامي. ولما راح بيراميدز قلت ضربة معلم بجد، رغم انه راح طبعا بزغلله عين بالفلوس وكده، لكن اوكي، قلت هيفيد جدا، والايام اثبتت سبحان الله. زي ما قلت عن محمد الشيبي تعاقد سيء مش على المستوى الامثل، وبرضه الايام اثبتت. زي ما قلت عن تعاقدات كتير في بيراميدز، وادي حتى فخري لقاي اهو اللي جابوه، وبرضه مسخ مسيدا يا ستي زي ما بيقولوا في الاداء الفني، ما نجحوش يجيبوا مهاجم مره، مهاجم اجنبي صح. حتى محمود وادي اللاعب المتميز ما استفادوش بيه. يعني لا هم بيعرفوا يجيبوا مهاجمين وبيصرفوا مصاريف خرافيه، ولا بيستفيدوا من مهاجم اصلا يعني متودك في الدوري، يعني عنده خبرات وعنده قدرات ومش عارفين يستفيدوا بيه، يعني كارثه بجد. وعملوا ده قبل كده مع مهاجمين كتير. المهم انه لا، مشكله كبيره جدا جدا يا جماعه في الاختيار في البيراميدز، مشكله اكبر كمان في الاستفاده بالقدرات. فريق عنده مشاكل كتير قوي يا جماعه، مشاكل كتير. ده انا روشتته اللي عملتها قبل كده اللي ما تعملش منها حاجه لو نتذكر، وادي الفريق متخبط زي ما ذكرت واكد، بامكانيات تخليه لازم ينافس، لازم بكل المقاييس. لكن اقول ايه، يعني زي ما قلت يعني يعني انسف حمامك القديم. الفريق ده لازم كله كده يتفور، من اول الجانب الاداري والجانب الفني جوه الفريق، بعد كده اللاعبين. زي ما قلت بالظبط، وادي ابراهيم عادل الاهلي كان هيموت عليه لاعب عادي يعني، او اقول جيد اقصاه مش اللاعب المتميز. طيب وهو جاب لاعب زي محمد صادق قاعد دكة البدلة، ما فيش أي إفادة خالص، وبيلعب يا دوبك دقيقتين 3 وشوف جيب كام، وكوارث يعني. مش هطول، الأمر مش هيستمر كتير مع باتشيكو آخره حتى ممكن يبدأ الموسم القادم أوكي، لكن حتى لو بدأوا مش هيكمل نصه. باتشيكو كورته مش بالمستوى الأمثل اللي يناسب إمكانيات وقدرات الفريق، وانا باكد تماما والايام بيننا. لكن هو متوازن، هو بيظبط الجانب الدفاعي سوري دفاعي، بيظبط الجانب الدفاعي بشكل كبير. هيعمل الكلام ده مع كمان انه قوي الشخصيه، دي الميزات فقط اللي عنده. طيب تعالى بعد كده ليه حدث اخر برضه يثبت تفردي الخرافي الحمد لله. الاتحاد برضه التراجع في النتائج والمستوى، ما يغركش ان هو جايب 25 نقطه في المركز الخامس. بس هنا في نقطه يا فندم، 25 نقطة من 15 مباراة، انتوا عارفين 15 مباراة دول بكام؟ 45 نقطة. يا ريت تحسبوها كده يعني، يا ريت بلاش حكاية أصلا في المركز الخامس وأنا في المركز الثالث وأنا في المركز الرابع. أنت فقدت حضرتك 20 نقطة. حد يقول لي يا عم أنا مالي، ما هو دلوقتي ده على الكل، ما هو ده بالدليل إن أنا في المركز الخامس. أيوه جميل، بس حضرتك لما تبص للجدول هتلاقي المركز السادس، أنا آسف، الزمالك اللي في الخامس. لما تبص حضرتك للجدول هتلاقي ان الغزل تحتك بنفس النقط، بعده المصري فارق 5 نقط، يبقى انت ممكن جدا تبقى السابع. غزل المحله ممكن يعديك، سيبنا للمصري واسوان. المصري طبعا هو تخبط اخر برضه، ده هتكلم عنه. لكن المهم، فالمدرب زوران مالونوفيتش مش زي ما هم بيقولوا انه الفظيع فقد شوف كام نقطه يا جماعه، فقد كام نقطه في 15 مباراه، يعني نتائج كارثيه بمعنى الكلمه. وبعدين انت بتتكلم، طب الاهلي جه 37 مثلا من 15 مباراه، فيوتشر 31 ازيد منك ب6 نقاط مثلا. فيعني الموضوع لا، يعني انت في مشكله عندك. اوكي، زائد كمان الاداء نفسه مش مقنع. يعني لو انت اداء قوي لكن جايب 25 نقطه اقول لك اوكي تمام، لكن انت اداءك مش قوي. فدي نقطه كمان تثبت كلامي. طيب، فنقطة أخرى، وأنا بأكد إن مانولوفيتش يعني أنا بديله بداية الموسم القادم. هو طبعا مش هيهبط الاتحاد، لكن الأداء هيتذبذب والدنيا مش هتظبط، والاتحاد ملوش هوية، ملوش أي هدف. يعني اقعد كده مع حد في الاتحاد قول له أنتوا عايزين توصلوا لإيه؟ نفسنا ومش عارف إيه ونفسنا نعمل بطولة، يقول لك كده. لكن يا فرحتي وبعدين يعني أقول إيه، يعني الأمور ما بتجيش بالأمنيات، الأمور بتيجي بالاستراتيجية الصحيحة والأداء الصحيح. تمام. طيب المهم، على فكرة أقسم بالله أنا هو العبد لله، أنا قادر أرجع لكم الاتحاد لمنصات البطولات، قادر أرجع لكم الاتحاد لمنصات البطولات، قادر إن أنا أعمل لكم فريق زي اللي كان موجود. لو فاكرين الفريق اللي كان في بداية الألفينية على ما أتذكر، منتصف الألفينية حاجة زي كده، اللي هو كان فيه حسن مصطفى، وليد صلاح، ونادر السيد، ومحمد فضل، ومجموعة لاعبين آخرين، وكان فريق متميز جدا وعمل أداء من أروع ما يمكن. هي سنة واحدة ما كملش، هي سنة واحدة فقط. تمام، أنا قادر أعمل لكم فريق يضاهي ده، ومش مش بقى بأسماء كبيرة ولا نجوم ولا كلام من ده خالص. زي ما قلت الكلام ده للإسماعيلي، زي ما قلت الكلام ده للمصري، زي ما قلت الكلام ده للمحلة. قادر أعمل ده وبنص البادجت اللي أنتوا حاطينه واللي ما بيوصلكوش لأي حاجة. أدي مثل آخر.
طيب والأئمة أثبتت طول الفترة اللي فاتت الحمد لله. طيب تعالى بقى لحدث آخر يا جماعة، طبعا غزل المحلة، عبد الباقي جمال، وذكرت سيبنا من قصة فوزه على الزمالك، إن الزمالك منهار وزي ما قلت الأمور بتكر، لكن عبد الباقي مدير فني حقيقي واعد بمعنى الكلمة. واعد دي مش مسألة سن، واعد دي أقصد كقدرات وإمكانيات، ولازم ياخد مدير إدارة فنية، وأنا معاه جدا إنه يكمل الموسم حقيقي أيا كان النتائج في ظل القدرات والنتائج الضعيفة. وقلت الكلام ده لو فاكرين مرة، وكان اكتشافي عبد الباقي لما كان برضه كمل مع برضه أعتقد مع تركيز بعد رحيله فترة، وبعد كده مسك نيكوديموس، وبعد كده بعد رحيل نيكوديموس بشكل غريب جدا وغير مفهوم مسك هو عبد الباقي مدير فني حقيقي من ضمن الصفوة اللي جاية، اللي طالعة زي كشري زي ما ذكرت، وخالد جلال. هم المفروض دول قدام، بس انا بقول يعني اللي ما خدوش فرص كافية، كشري وخالد جلال طبعا، وبتحديد كشري طبعا، وعيد مرزيق، ومجموعة مدربين كده انا شايف ان هم فعلا يجي منهم جدا، ولازم هم اللي يبقوا متصدرين الفترة اللي جاية يا جماعة، ومجموعة أخرى يعني، وحتى يمكن نبيل محمود إلى حد ما وغيرهم. تمام. وطبعا درجة تانية مش مطلع قوي للأسف، لكن في مجموعة فعلا كبيرة. طيب. وكان هشام زكريا كمان لو نتذكر، بس ما اعرفش اختفى راح فين. الخبر او الحدث اللي بعد كده، وطبعا احمد الشيخ الحمد لله اكتشاف المداوي، احمد الشيخ اللي هو هداف الدوري الحالي واللي الدنيا كلها بتتكلم عليه. وانا زعلت جدا بصراحه لما عرفت انه راح سموحه، لانه يا احمد يا شيخ انت اولا هتروح سموحه تلعب على مين؟ يعني لو هتلعب في نفس المركز، ودي مصيبه ان هم يتعاقدوا معاك كانه راس حربه، دي كارثه لان هو مش راس حربه اصلا. زائد رقم اتنين انه هيجي بديل لحسام حسن اللي وارد جدا يكمل الموسم القادم، وده اللي انا متوقعه ان حسام يتمسك انه يكمل. فمتاكد ان انت هتيجي بديل، ده لو لعبت راس حربه وانت اصلا مش راس حربه، انت راجل جناح او تحت راس الحربه. فحتى لو فرضنا فرج عامر مش هيسيب الفريق القادم الموسم القادم، اكيد هيعملوا تدعيمات وباسماء اللي هي لازم تلعب. سيبنا من الامكانيات، هو هيجيب اسماء، فيحط لك واحد تحت راس الحربه برضو اسم، فانت كده حضرتك هتبقى بديل. طب ليه ما تبنيش مشروع مع غزل المحله؟ وخصوصا ان هو احتمال كبير قوي ما يهبطش الموسم الحالي. ليه ما تبنيش مشروع؟ ليه ما تكونش انت الايكونز بتاع فريق زي ده وفريق جماهيري؟ شيء غريب يعني، بتكلم في عقليه اللاعبين يا جماعه، غريبه جدا، غريبه جدا بمعنى الكلمه. تسيب مميزات كبيره قوي في فريق وانت اوريدي حاليا الملك المتوج بتاعه، وعملت اسم وتعرفت. مين كان بيتكلم عن احمد الشيخ الا انا الوحيد اللي كنت بتكلم عنه من سنين فاتت؟ مين الوحيد؟ زي ما بتكلم عن لاعب اسمه محمد ناجي جده، اتنسى تماما، اللي هو ناجي جده الصغير يعني، اللي عامل مستوى برضه متميز في اي فريق بيلعب فيه، وللاسف برضه مش واخد حظوته الكافيه. طيب. وبرضه خسارة باولا فوافيو ذكرت كتير جدا، وكان رحيله خسارة. بالمناسبة لاعب جابريل أو أوروك لاعب جيد حقيقي، وشايف عنده إمكانيات، بس برضه مش اللاعب الفاز. يعني مش فوافي أول ما جه مثلا في الدوري المصري في المقصة عمل أداء وحالة كده جامدة جدا. لا مش فوافي، لكن يجي منه يعني لاعب عنده قدرات يتمسكوا بيه، وخصوصا المحلة ما عندوش ما عندوش خلاص يعني. يعني هو انا شايف ان هو لازم يتبني عليه الفتره اللي جايه اللاعب ده، مع مجموعه اخرى محدده هبقى اجيبها لكم ان شاء الله في بدايه الموسم القادم او في نهايه الموسم الحالي، ايه محله يعمل ايه في الموسم القادم باذن الله بالتفصيل. طيب حدث اخر، طبعا انا بحاول اجري شويه، المصري البورسعيدي، وزي ما كانت ادي حسام حسن، واللي رجوع حسام حسن، واللي هيعمل واللي هيساوي. 20 نقطة يا جماعة من 45 نقطة متاحين في هو جه تقريبا يعني لعب كام مباراة، ده ممكن اجيب لكم الإحصائية، هتلاقوا نتائج كارثية، هتلاقوا إحصائية كارثية بمعنى الكلمة، في ظل الإمكانيات، بقول كارثية في ظل الإمكانيات الحالية اللي تخليه لازم 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 ينافس على المربع الذهبي بكل المقاييس، بالذات في ظل التدني الكبير للزمالك، التدني الكبير ليه برضو تذبذب نقول بيراميدز وإقالة المدير الفني، وحتى فيوتشر اللي برضو يعني مش بالمستوى الفظيع للدرجة، ومش الفريق الرائع ولا تمام، والاتحاد برضو متذبذب جدا، المحلة عانى من عثرات كبيرة الفترة اللي فاتت. مين يعني انت ده انت فرصة عمرك زي ما بيقولوا، مع كده مدير فني والله العظيم لا يصلح نهائيا، لا يصلح نهائيا. انا باكد هات اسم من الاربع اسامي اللي انا ذكرتهم دول يا استاذ كامل ابو علي، وانت عندك الامكانيات، وشوف الفريق ده يعمل ايه. انا جدا انا مع انت تجيب سيفن فاندنبروك، انا شايف ان هو انسب لك، وبالتحديد انه متاح زي ما قلت، ومدير فني متواجد وعنده الامكانيات، لانه ظروف فريق الجيش الملكي مشابهه جدا لظروف النادي المصري جدا. برضو يعتبر رقم ثلاثة في الجماهيرية هناك، قريبة لمصر برضو اللي هو رقم ثلاثة أو أربعة بالتساوي مع الإسماعيلي في الجماهيرية، او نقول خمسة. طبعا ما ننساش الاتحاد طبعا جماهيرية كبيرة جدا، لكن نفس القصة يعني هناك الدوري المغربي غالبيته جماهيري، يعني نكون واضحين، او يمكن كله تقريبا، او غالبيته مش هقول كله، يعني في شباب المحمدية بس ليه جماهير برضه، وفي اكتر من نادي، لكن
مش زي الدوري المصري خالص، دوري الشركات والهيئات. فدي نقطة مهمة جدا، مع كمان ان انت عندك امكانيات وقدرات زي اللي كانت برضو الى حد ما موجودة في الجيش الملكي. عندك مجموعة لاعبين جيدين بكل مقاييس، انا شايف سيفن فاندنبورغ يفيدك قوي الفترة اللي جاية، ومدير فني عنده قدرات وعنده كرة هجومية مميزة، ويبني لك فريق. ودي نقطة مهمة جدا، حسام حسن ما يقدرش يبني فريق،